يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح الياسمين وصباح الطاقة الإيجابية. عاملين إيه يا أحلى أخوات في الدنيا؟ بصوا بقى، جمعة مباركة عليكم، يا رب يجعلها جمعة مباركة عليكم وجمعة طيبة يا رب العالمين، ويعطيكم كلكم ويسلكم في الخير. حطوا لايك للفيديو، واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا إن شاء الله كل فيديو جديد بإذن الله. بصوا بقى، أنا أول حاجة ما عنديش قوطة خالص، أنا نازلة بصوا ما عنديش حاجة، التلاجة فاضية خالص خالص. قلت بقى إيه، أنا نازلة والله العظيم مش عارفة أنا هعمل أكل إيه، يعني أنا فعلا نازلة مش عارفة أعمل أكل إيه. قلت انزل بقى واشوف الدنيا في السوق كده. نسمي الله ونصلي على النبي، صلوا على النبي يا جماعه، صلوا عليه وسلم، ويعملوا بقى لايك كده واتفرجوا عليا. بصوا اول حاجه انا نازله قلت هجيب ايه، هجيب بتنجان، عايزه اعمل محشي، بس بصراحه انا قافيه وجاني لسه مخفش والله العظيم، لسه كتفي ما خفش. فجبت البتنجان ده مقور جاهز، دول 2 كيلو ب 30 جنيه، كيلو 15 متقور جاهز. الكيلو ب 15 متقور جاهز، جبته 2 كيلو ب 30 جنيه. وجبت حاجه الخضره بتاعتهم ب 5 جنيه. ماشي كده، دي ايه حاجه المحشي. وجبت الكرنبايه دي صغننه وحلوه ولذيذه. بصوا جنب انا عاملها جنب البتنجان. بصوا كده، صلوا على النبي كده واعملوا لايك يلا للكرنبايه الحلوه دي. شايفين الجمال؟ بصوا بتنقيها تبقى مليانه كده من جوه، ما تبقاش قلبها فاضي. دي مليانه ما شاء الله لا قوه الا بالله. دي ب 15 جنيه، تمام، حلو كده. طيب نخش بقى على اللي بعده، يجي كده حاجه المحشي يا بنات. طيب عايزه اخد لكم كده حاجه المحشي كده لوحدها. وجبت الكيلو طماطم النهارده يا ولاد ب 10، بصوا هي ب 15 جنيه وب 17 جنيه وانتوا طالعين. انا جبت اللي هي الراجل قال لي عبيها لك، فجبت منها 5 كيلو ب 50 جنيه. قلت له اسمها لي اتنين عشان كتفي طبعا وجعني، والله العظيم عايزه اقول لكم ان انا طلعت الحاجه دي. ناديت على محمد وبلال خدوهم مني من الحوش، ورجعت تاني السوق عشان اجيب الطماطم وجبت بقيه الحاجات دي. لان بصراحه كتفي لسه ما خفش والله العظيم ان انا اجيب كل الحاجات دي واشيلها عقبال لما ايه، ان شاء الله اجيب شنطه غير الشنطه اللي في البلكونه اللي انتوا عارفينها. انا عندي شنطه سوق تقيله جدا، كتفي ما عادش مستحمل ان انا اشيلها بصراحه. فجبت اللي هو شنطتين القوطه دول 5 كيلو هم ب 50 جنيه. بصوا بتتحط على باب التلاجة، في التلاجة للجر على طول، يعني هم اصلا مش هياخدوا يعني، اجر منهم على طول طبخه بطبخه كده، فاهمين؟ مش هشيلهم في الفريزر ولا حاجه. طيب البطاطس بكام يا مروه النهارده في السوق؟ البطاطس يا بنات ب 17 جنيه ونص. انا جبت ال 2 كيلو دول ب 35 جنيه. ماشي الحبايب اللي بيحبوا يعرفوا الاسعار، الاسعار هي كلها كامله، هي بتاعت النهارده. النهارده الجمعه اهو، النهارده 27 ولا 28؟ 27 ولا 28 اكتوبر. ثواني كده نشوف لكم كده التاريخ على التليفون، على التليفون يا ولاد، والله ما عارفه اجيب حاجه، الشمسيه مش عايزه تنزل. النهارده 27 اكتوبر. ياك بس الفيديو ما يعلقش مني، لان انا ما شاء الله تليفوني ما شاء الله جميل حلو قوي. السامسونج اي 13 ده مش قادره اقول لكم، بطيء جدا جدا جدا، اخر تليفون ممكن تشتروه والله العظيم. انا ما جيت اشتريت ارخص تليفون موجود في السوق. جبت ايه تاني؟ اللهم صل على حضره النبي. بصوا يا بنات، جبت الجزر ده، جبت اللهم صل، جبت نص كيلو جزر. الجزر النهارده ب 20 جنيه، جميل ولونه حلو كده. وبصوا اللي هو بتاع دخله الشتاء ده بيبقى حلو جدا جدا جدا، انا بحبه قوي، بقشره كده ليا انا ومحمد وبلال بين الوجبات طبعا عشان عارفين الدايت اللي انا عاملاه، فبيبقى حلو قوي. انا بجيبه للاكل او حتى لو يوم هعمل عدس او كده. جبت ربع كيلو كوسه، الكوسه النهارده ب 10 جنيه، جبت ربع كيلو ب 2 جنيه ونص. ونص كيلو جزر ده ب 10 جنيه. بصوا جميل، انا بحب الجزر قوي انا وبلال. ماشي كده، ده دول ايه تاني ما جبته في حاجه الخضار؟ البتنجان، جبت بتنجان برضو اعمله، عشان قلت لو عملت صينيه بطاطس وفراخ النهارده ولا حاجه اعمل جنبه البتنجان. استنوا كده اما اكره لكم. النازله التانيه نزلت جبت القوطه والفلفل والبتنجان، اللي جبت ربع كيلو بتنجان وربع كيلو فلفل رومي على فلفل حامي. ماشي دول كده لوحدهم ب 7 جنيه، الربع ده والربع ده على بعضهم ب 7 جنيه. ماشي. طيب جبت ايه تاني يا ميرو؟ جبت ايه تاني يا ميرو؟ جبت كيلو جوافه. انا ما بجيبش الجوافه غير على قد ما هناكل، يعني نغسلها وناكلها في ساعتها. ما بحبش احطها في التلاجة لان بتكرف لي على ريحه التلاجة جدا. عمري ما اجيب جوافه كميه واحطها، يعني لا اجيب كيلو اجيب 2 كيلو واخليهم بره التلاجة ناكلهم في ساعتها في نفس اليوم او تاني يوم. طبعا الجو هوا الايام دي وحلو، فمش مش هيجرى لها حاجه، ولا هتستوي ولا هتتري ولا اي حاجه. طبعا بالله الحمد لله حاول منها. ماشي. طيب وجبت كيلو العنب ده ب 10 جنيه. العنقود ب 15، اما السايب دوت ب 10 جنيه، تمام كده. انا كنت لسه جايبه لهم التاني الكيلو الحلو ب 30 جنيه، بس خلصوه. بجيب الفاكهه دلوقتي كيلو كيلو ونص وكذا حاجه عشان يعني ايه ما تبص ما يزهقوش منها او حاجه زي كده.
طيب والفلفل الرومي ده الاحمر انا بعشقه، عايزه اقول لكم انا بعشقه، صدقوني والله العظيم لو عندي مكان كنت جبته وشلته في الفريزر. كنت الاول بشيل لما كان بيبقى عندي مكان. ربنا يوسع عليا واجيب الديب فريزر ان شاء الله، وابقى اشيل بقى الحاجات دي في الديب فريزر. بصوا الفلفل الرومي الاحمر ده انا بجيبه عشان البتنجان المخلل، بعمل بيه دقه بتنجان مخلل جميل. الكيلو وربع الفلفل الرومي الاحمر ده يا بنات ب 20 جنيه، الكيلو وربع ب 20 جنيه. تمام. ال ال اللهم صل على النبي. البنجر انا بجيبه برضو، بجيبه للاكل او المخلل، يعني اعمل بيه مخلل شويه مخلل، او بجيبه للاكل انا بقشره واكله. فانا جبت ربع كيلو، ما يجيش كام واحده يعني، فاهمين ازاي؟ بجيبه للاكل، حلو برضو للدايت، البنات اللي بتعمل دايت وبينزل السكر برضو حلو جدا على فكره. ماشي كده. كده احنا خلصنا الخضار، كده احنا خلصنا الخضار. جبت ايه بقى؟ جبت ربع كيلو، جبت ب5 جنيه كزبره ناشفه، ما عنديش كزبره. ماشي. جبت ربع كيلو ذره فشار 5 جنيه. جبت 8 كيلو كاكاو خام اللي هو الاسباني، الكيلو يا بنات ب120. فانا جبت 8 كيلو. عايزه اعمل بيه ان شاء الله ده الكاكاو الخام. طبعا بخلي لي الكيكه وبخلي الحاجات دي، بس انا جايباه بالاخص عايزه اعمل نوتيلا. النوتيلا بتحطي كوبايه كاكاو الاسباني دوت الخام، على لو حطيتي كوبايه من دي حطي نص كوبايه لبن بودره، وبتخلطيهم مع بعض كده. بصوا بيعملوا لك احلى نوتيلا. ان شاء الله بقى انزل لكم وصفه عليها باذن الله، وبالمقادير بالظبط بحاجتها عشان مش فاكره دلوقتي، واجمعها لكم واعملها لكم ان شاء الله باذن الله. ماشي كده. دول حاجه الايه العطار. وانا كنت جايبه طبعا عندي الرز وعندي الحاجه. ماشي. طيب جبت ايه تاني؟ جايبه لب طبعا، جايبه لب وجايبه الزيني. كيلو اللب ب 200 جنيه والسوداني ب 100 جنيه ما شاء الله. عايزه اقول لكم يعني الحمد لله احنا بنجيب تمن بتمن، ربع بربع كده يعني، الحمد لله للمسليات. وجايبه لهم دي طبعا خبيتها من بالليل، لما احمد ربنا اللي بلال نزل وانا بصور الفيديو ده. انا من عشاق البتاع ده، بحبه قوي. كنت وانا صغيره كنت ايه، وانا في الحضانه كده، كان حد يديني فلوس من خلاني من عماش، اجري اروح لخالتي شمه اقول لها اديني ايه، اديني خد الجميل. كان اسمه خد الجميل، كان لونه بيبقى ابيض، ما كانش لسه فيه الالوان دي طلعت. كان بيبقى مدور كده قد الجنيه وشد شويه وتخينه كده. اروح اجيبه سخن وهي لسه عاملاه كده، واملى القرطاس واقعد اكله في الشارع وانا ماشيه. ذكريات من ساعتها انا بحبه اصلا، طول عمري بحبه. اللي هو بيقولوا اسمه ايه، مش عارفه اسمه ايه والله العظيم. انا جبته من غير ما اقول له بكام، ده ب5 جنيه جبته، نسيت اسمه. احنا واحنا صغيرين كانوا بيقولوا عليه خد الجميل، مش عارفه اسمه ايه. يعني عامل زي المارشميلو، وانا بحب المارشميلو جدا وبحب البتاع ده جدا. ماشي. دي المسليات اللي هناكلها بالليل، مش هتصبح عليها نهار طبعا، يعني مش هتصبح عليها نهار. وانا طبعا عامله حله ترمس معتبره، الترمس المستورد ده بجيبه عشان السكر. وطبعا ما شاء الله ما شاء الله دايسين معايا في كل حاجه. وجبت دي عشان البوتاجاز اغطي بيها احط عليها اغير بقى المفرش القديم عشان توسخ جدا اللي جنب البوتاجاز. ماشي. دول التلاتة ب10 جنيه. كنت اخر مره جايباه الواحد كان بجنيه يا بنات. انتوا عارفينه اللي هو بتحطوه على السيراميك عشان يحافظ لك على الدهون ما تعملش على السيراميك. الواحده كانت بجنيه والله العظيم. النهارده التلاتة ب10 جنيه، خدت 2 منه بالعافيه ب7 جنيه، خدتهم ب6 ونص كمان. ماشي كده. ديت المفارش بتاعتها. جبت فرخه، الفراخ النهارده البيضه كيلو ب77 جنيه. جبت واحده وجبت معاها صدر قاطعين كام، قاطعين 270 جنيه. ماشي. واللحمه يا بنات النهارده الصغيره ب330 والكبيره ب260. اللحمه الكبيره ب260. ماشي. نشيل بقى الحاجات دي عشان نشوف اللحوم اللي احنا جبناها برضو. بصوا اللي وانا والله العظيم انا عايزه اقول لكم انا جايه مش قادره اعمل حاجه. يعني اليوم اللي بنزل في السوق ده باجي حقيقي مش قادره اعمل اي حاجه خالص. يعني بيبقى يوم هد. اي نعم انا مش جايبه حاجات كتير على فكره، بس ما بقيتش مش قادره اشيل زي الاول. مستنيه لما اشيل اشيل ايه، بس اجيب عجله السوق. جبت دوت بفتيك، جايبه بنات بفتيك، وجايبه لحمه مفرومه من عند الجزار، وجايبه لحمه كبيره. ما عدتش بجيب الصغيره خالص، بخليه يحط لي ضره لاني بحب الضره جدا. هاتي نصاص ربع بقى، انتوا كل واحد بقى وظروف. وادي الفرخه اللي انا جبتها اهي، الفرخه ونص صدر قاطعين 270 جنيه. ماشي كده. هخلي طبعا يحط لي حبه رجول طبعا، يعني ايه يعني فوق الحاجات يعني. مش دلوقتي اي فرارجي على فكره بيبيع الرجول، يعني خلي بالكم قوي.
لايك وشير يا احلى اخوات في الدنيا لقناه مروه يوسف. يا رب يكبر خاطر كل اللي يعمل لي لايك ويفرح قلبه ويزيدوا من نعيم الله. وبالله عليكم شوفوا لي الاعلانات، لان بصوا يعني عايزه اقول لكم ان انا يعني بقيت كل فين وفين انزل فيديو. والله موضوع كتفي ان هو تعبني، ما بقدرش اصور فيديوهات كتير زي الاول. على قد ما بقدر اصور لكم، بس عايزاكم تقفوا معايا باللايكات والمشاهدات. واي فيديو كده يمر عليكم وانتوا بتقلبوا كده اعملوا لي لايك عليه، اعملوا لي تعليق حلو منكم كده عشان تشجع ان شاء الله، واصور لكم فيديوهات جايه. ربنا يا رب يكبر خاطر كل اللي يكبر خاطر، ويفرح كل اللي يفرحني، ويراضي كل اللي يراضيني. لايك كومنت مشاهده للفيديو يا احلى اخوات في الدنيا يا جبارين الخواطر. الله يكبر خاطركم يا رب، ويجعلكم يا رب كده ان شاء الله من جبارين الخواطر اللي بتكبروا الخواطر. يعني انت عملتي لايك للفيديو كده انت جبرتي بخاطري ووقفتي معايا. انا مش عايزه غير كده، بس ربنا يفرح قلبكم يا رب يكبر خاطركم. والله العظيم انا مقصره معاكم، بس سامحوني والله ان انا تعبانه والله العظيم. حتى بنتي حبيبه والله الايام دي برضو تعبانه، فربنا المستعان ربنا المستعان. الحمد لله يعني اخلص من حد الاقي حد، اخلص من حد الاقي حد. الحمد لله رب العالمين. المؤمن دايما منصاب ومبتلى، الحمد لله رب العالمين. اتمنى بس ان انتوا تقفوا معايا باللايك والشير، مش عايزه اكتر من كده. والمشاهدات شوفوا لي الفيديوهات عشان ان شاء الله ربنا يكرمني كده. انا عايزه اقول لكم والله 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 ان انا كل شهر بيجي لي ارباح من القناه. ما بكملش دولار او 2 دولار. الدولار يا بنات ب 30 جنيه، يعني ما بكملش 60 جنيه في الشهر من القناه. يعني ده اللي بيخليني والله مش قادره اصور. انا بس عايزاكم تقفوا معايا باللايكات والمشاهدات. ربنا يفرح قلبكم يا رب، وتسلموا لي احلى اخوات في الدنيا.